يا مرحب بيكم، يا رب تكونوا بكل صحة وعافية. وصفتنا النهاردة لذيذة جدا. حطينا طاسة على النار وقلنا بسم الله ونزلنا بمقدار الزيت اللي انتوا شايفينه ده هنقول ما يعادل 5 معالق من بتوع الأكل زيت. نختبر الزيت انه سخن بكف ايدينا، وبعدين نبتدي ننزل بالبصل اللي انتوا شايفينه ده نص كيلو بصل. انا فرماه زي ما انتوا شايفين خفيف جدا يعني رفيع. نبتدي نقلب في البصل كده، انا مش عايزة احمر البصل، انا عايزة ادبله. نبتدي نشوح فيه كده لحد ما يوصل للدبلان اللي احنا عايزينه. عندك بصل احمر مش هيقول لا، ولكن انا ما كانش عندي غير البصل الابيض. هو بياخد وقت على النار ولكن مش مشكلة. نقلب كده ونبتدي ننزل بنص كيلو اللحمة اللي معايا، ده نص كيلو لحمة. نبتدي نقلب كده في اللحمة. طبعا انا ما طلعتش اللحمة من بدري، طلعتها متأخر بعد ما فكرت انا هعمل ايه. وشايفين طبعا جزء كبير من اللحمة متجمد قدامكم، ولكن هيدبل معانا ان شاء الله وهيفك. حطيت البهارات الجافة دي، معلقة ملح على فلفل اسود. نبتدي نقلب كده. كل اللحمة ما هتتعرض للسخونية هتفك معانا بسهولة. نبتدي نقلب فيها كده، نجيب اللي تحت فوق ونفك كده بالمعلقة، تتفك معانا بكل سهولة ان شاء الله. الوصفة لذيذة ومش هتاخد وقت معانا، وان شاء الله هتنول رضاكم. كل ما بنقلب كده اللحمة بتفك معانا، وزي ما انتم شايفين كده فكت اللحمة معانا. هنقلها بقى على عين اقل، يعني نار اقل. نقلب بس كويس جدا. مش هحطها على العين الكبيرة دي، لا هحطها على العين الصغيرة اللي قدامها، وهقول بسم الله وهجيب حلة احطها على النار، وهنزل بالزيت اللي انتوا شايفينه ده يسخن معايا، وهنزل بمكعب زبدة نوعا ما يسيح. طبعا واضح ليكم انا حاطه اللحمة المفرومة على العين الصغيرة، وبرضو بباشر فيها ان انا كل شوية اقلب فيها. يعني انا عايزة الزبدة تسيح مع السمنة. وهبتدي انزل معايا انا مكرونة. ده كيلو مكرونة مرمرية او خرز زي ما بتقولوا، في ناس بتقول عليها خرز وفي ناس بتقول عليها مرمرية. احنا النهاردة هنعمل شبيهة المكرونة المبكبكة. طبعا المكرونة المبكبكة هي واحدة من اشهر الاكلات الليبية والاشهر بين الشعب الليبي، انتقلت كده بسهولة بين البلدان كلها وخاصة مصر. فاحنا طبعا النهاردة عايزين نعمل شبيهة المكرونة المبكبكة. هنعمل ايه؟ ما عندناش لحمة ضاني، هي مشهورة طبعا ان اخواننا الليبيين بيعملوها باللحمة الضاني، فاحنا النهاردة هنعملها ان شاء الله بكل سهولة باللحمة المفرومة. نبتدي كده نقلب في المكرونة، وايدي برضو في نفس الوقت في اللحمة. نقلب في المكرونة كده وما نسهاش عنها عشان ما تتحرقش مننا. احنا عايزين نوصل للون معين في تحمير المكرونة. طبعا كلنا متعودين بنعمل المكرونة المحمرة. شايفين اللون ده حلو قوي. هبتدي انزل مخرطة قرنين فلفل حار سبايسي حار ومعلقتين صلصة، وقلبي بقى وشمي احلى روايح. عايزاها حار يعني حامية، خرطي الفلفل كده. مش عايزة حامية قوي، ممكن تشقي قرنين فلفل وترميهم فيها وتشوحي وفي الاخر تشيليهم، حسب راحتك. ولكن احنا بنحب الاكل سبايسي يعني حار. هنشوح كده وانا مخرطه دول 3 طماطمات كبار. هبتدي اقلب فيهم كده. طبعا ده كيلو مكرونه وعامله قصاده نص كيلو لحمه، انت لو هتعملي نص كيلو مكرونه ممكن تعملي ربع كيلو لحمه. هنحط معلقه ملح على فلفل اسود زي اللي حطيناها على اللحمه. احنا كده حطينا معلقه ملح وفلفل اسود ومعلقه كمون، وهنبتدي نقلب كل ده في بعضه وشمي احلى روايح. بسم الله ما شاء الله الريحه رهيبه. ونقلب كده. خلاص احنا كده قلبنا كويس.
هنبتدي نحط المية بتاعتنا. هنحط المية هنا قد ايه؟ هننزل المية كأننا بنعمل رز بالظبط. يعني معيار الرز هنحطه اذا ما بنيجي نعمل الرز هنحط نفس الكلام هنا. هيبقى كده زي ما بشاور لكم، ارتفاع المية للمكرونة عقلة صباع. هنعامل المكرونة النهاردة معاملتنا للرز بالظبط. وهنا حطينا مقدار المية، هنغطي ودي مش هتفور، وهنرجع لها تاني. نرجع لها تاني نبص عليها، ابتدت المكرونة تشرب المية بالظبط زي ما بنعامل الرز بالظبط. انا مولعة العين الصغيرة، هبتدي انقل الحلة هنا. خلاص المية اتشربت، هبتدي اهدي على النار كأنك مولعة شمعة بالظبط. شايفين؟ اغطي لحد حبة المية اللي باقيين ما يتشربوا خالص، ونرجع لها تاني نقول بسم الله ونشوف. شايفين؟ ممكن يكون التصوير معاكس بس هيتوضح لكم ان شاء الله دلوقتي. اهو شايفين مفلفلة ازاي؟ قمر. هنبتدي ننزل عليها باللحمة المفرومة. ان شاء الله جربوها وهتعجبكم جدا. نزلنا بكمية اللحمة المفرومة وهنقلبها كويس جدا. يعني هنخلط اللحمة بالمكرونة. شايفين الالوان بتاعتها ازاي؟ هي جميلة ومريحة للعين، والريحة جميلة جدا. نبتدي نخلط كويس جدا المكرونة باللحمة. كل ده انا موطيه البوتاجاز جدا، يعني زي الشمعة زي ما بيقولوا كده. خلاص كده اخر حاجة هحطها عشان اغطي الحلة واسيبها دقايق، مش دقايق كمان، ثواني. هبتدي كده احط مكعب زبدة واغطي الحلة 5 دقايق، وجيت لكم بيها من على النار. تعالوا بقى نقلبها في قلب بعضها. بصوا مكعب الزبدة اللي انا حطيته ساح، بس انا هكمل اكتر ان انا اقلبه هنا. شايفين المكرونة؟ بسم الله ما شاء الله، مفلفلة، مش معجنة، مش مكسرة. الوصفة بسيطة جدا وريحتها رائعة رائعة جدا. نقلب كده. رائعة رائعة بجد، وما خدتش معانا اي وقت. شطارتك بقى ان انت ما تعجنيش المكرونة وتظبطي المية بتاعتها صح زي ما بتظبطي الرز. يجي بقى ايه، نغرف الطبق القمر ده مع بعض. بس هنقل لكم المكان كده عشان يكون واضح لكم. اجيب الحله هنا والطبق هنا. بصوا احنا بنغرف، شايفين المكرونه مفلفله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ولا لازقه معانا ولا اي حاجه، زي الفل. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنول اعجابكم، جربيها وبألف هنا وشفا مقدما للي هينفذ الوصفه. خدنا كده وشايفين الحله قد ايه ما شاء الله، تكفي من الحبايب ألف زي ما انتم شايفين، وشكلها رائع. بسم الله ما شاء الله. ندوق بقى كده ونقول ايه الدنيا. بسم الله. شايفين مفلفلة المكرونة معانا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طعمها رائع رائع. مكعب الزبدة كمان ودى الدنيا في حتة تانية. جربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله، تنول اعجابكم. وبتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. شايفين لونها رائع، والزبدة مديها لمعة رائعة جدا. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد واحنا بكل خير. اشوفكم على كل خير. مع السلامة.